اذا خوتي خواتاتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا المباشر اللي كان في الاصل خاصني نديرو البارح مع الساعه 8، ولكن لظروف شخصيه فحنا اجلناه لليوم. فموضوع النقاش اللي غنهضروا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم هو النقاب او البرقع كما يسميه البعض. شفنا مؤخرا الهجمه الشرسه من طرف وزاره الداخليه على اصحاب محلات، يعني منعوهم من بيع هذا البرقع. وانقسم الشارع المغربي بين مؤيدين وبين معارضين. بين مؤيدين يعني باش يحبسوا هذاك البرقع بحكم هو يعني كيغطي الملامح ديال هذاك الشخص اللي غادي وسطنا، حق يقدر يكون ارهابي مخزون وسط البرقع، ولا تكون شي مجرمه مثلا مهربه من العداله ودايره هذاك البرقع اللي كيغطيها كامله، ولا يكون شي مجرم باغي ينفجر الى اخره. ولا سيما الاخوان باننا حنايا كنعرفوا بان اي واحد كيرتادي يعني برقه ولا داك الخمار كما كنسميو بالعاميه، ولا داك اللباس الطويل اللي كيطرق الوجه، فهذاك الشخص اللي كيدوز من حدانا يعني كنوليو واحد الاحترام وواحد التقدير، يعني كنبعدوا ليه في الشارع بحكم يعني انسان يعني كيكون كما نسميو حنا زايد في الدنيا، انسان دياني، فكنعطيوه يعني الاحترام، هذه القيمه ديال الاحترام. ف كما كيقولوا يعني الناس ديال وزاره الداخليه بانه الدين المجرمين كيستغلوا هذاك البرقع هذاك و كيتخباو ورا الجرائم ديالو، كيمشيو يتفرقوا. شي وحدين قال لك ودي بالفعل حنا مع خاصو يحيد، يعني خاطر البرقع خاصو يحيد. حنا ما عرفناش هذاك اللي غادي راجل ولا امراه، ما عرفناش هذاك واش قتال، ما عرفناش هذاك واش غادي يتفرقع، ما عرفناش هذيك واش مجرمه مخزونه على البوليس. حيت ما يمكنش حتى البوليسي اشاك فوا غادي يوقف شي وحده لابسه داك البرقع كامل بدا يقلب فيها في لاكارت ناسيونال وخاصو يعري ليها وجهها ويشوف. يعني المساله اللي تقدر تسبب في احراج. وكاينه النقطه الثانيه اللي خاصها تفهم، يعني حتى الارهابيين الاخوان يعني لما شي غادي يقدر يتدرب باش شرط يتدرج عليه مثلا في ذاك الخمار اللي غيلبسو يدرج به وجهه. فمؤخرا التفجيرات اللي شفنا في تركيا ولا داك الارهابي اللي خرج فهو دخل بلباس ديال بابا نويل. فيقدر الارهابي يماكي ويتزيز ويدير بيريك ويلبس لباس ديال النساء ويمشي لشي بلاصه يتفرقع. يعني ماشي بالدرجه الاولى لاي واحد لابس هذاك البرقع كما كنسميوه فهو ارهابي. فمؤخرا تصنت هذا التصريح ديال الخيام يعني رئيس المخابرات المغربيه كيقول ودي بان حنا لا نحكم على المظهر، هذيك حريه شخصيه، بل يعني نحكم على المشاريع الارهابيه. فمن طبيعه الحال كيما حنا ودي المغرب دابا وصلنا لواحد القمه، ماشي قمه ديمقراطيه، مي غاديين في واحد السيروره علمانيه، كيما كنعطيو الحريه يعني صايتي حريتي، والحريه في اللباس، وحريه الاعتقاد، وحريه الافطار يعني في شهر رمضان. فكنعتبر بان اللباس هو بين الحريات الشخصيه، هذا رايي الخاص، يعني ما غاديش نعاود نفرضوا عليكم بين الحريات الشخصيه. كيبقى المساله ديال ودي لهذاك الشخص اللي غادي عارفينه ارهابي ولا ماشي ارهابي، كتبقى خدمه ديال المخزن. هنا كاين الصلاحيه مثلا ديال رجال الامن ولا ديال رجال الشرطه بانه يوقف هذاك الشخص ولا هذيك السيده اللي لابسه هذاك البرقع، ومن حقه يطلعها لواحد المكان صافي ويقلب يتاكد من الهويه ديالها. اما باش كتقول لي ودي المنع فما شويه داخل علينا. هذه من جهه الاخوان. ومن جهه اخرى يعني اللي استنتجت انايا فهذاك الشيء وهذه القضيه ديال البرقع الاخوان يعني ما تلاحظش هكاك عبثا. وشنا يعني بعض الجرائد الالكترونيه وبعض الصحف يعني خداوها بواحد الشكل وكبروها بزاف وهذا الشيء، وحنا عارفين المغاربه يعني حنا المغاربه يعني بالدرجه الاولى نقدروا نديروا اي حاجه، ولكن شي واحد لمسنا في الدين ديالنا كنكعاو، حيت هذا يعني دين ديالنا حنا منزل علينا. فهاد الشيء انا على حسب التصور ديالي جا ممنهج يعني مع عدم تشكيل الحكومه الجديده. فحنا كنعرفوا ان الحدود الساعه الحكومه باقا ما تشكلاتش، يعني وشويه المواطن بدا كيدوي بدا كيتصور وفينا هي الحكومه، علاش ما تشكلاتش، علاش شنو كاين، شنو هو السبب. اخنوج ما بغاش يعني تحاربوا بنكيره الاحزاب الاخرين. فانا قلت ودي بانهم لاحوا القضيه ديال النقاب وديال الخمار غادي ينزعوا الى اخره باش ياجوا شويه يعني الفتنه في مواقع التواصل الاجتماعي، ويلوحوا البنادم القيل والقال وهذا حرام وهذا حلال، ويقسموا الشارع المغربي بين مؤيدين وبين معارضين، حتى يجي ثاني يعني كاس افريقيا ونتلاهاو حنا مع المغرب زطاروطوط ونساو القضايا الجوهريه ديالنا الا وهي يعني الحكومه. وحنا كنعرفوا الحكومه لما تشكلاتش في هذه الوقيته يعني كينوض الملك اللي هو من الاختصاص ديالو غيشكل الحكومه. يعني غادي ينتقلوا الاخوان من يعني جهه منتخبه الى جهه معينه، يعني دوك الناس يصوتنا عليهم حنا باش يمثلونا في البرلمان ويشرعوا لنا القوانين الجديده، فماشي حنا اللي حكمنا لهم في ذاك القنت، لا، فالملك هو اللي غادي يعين، هو اللي غادي ياسس الحكومه. ف
يعني هذا هو التفسير ديالي بالنسبه لهذه المساله خرجت النقاب الى اخره، واخا انا ما خديتهاش يعني بواحد ما عرفتش ماشي بالاهميه، ولكن هما حاولوا يلوحوها باش يستفزوا حتى المعنويات شويه ديال المغاربه، وشي بدا يغوت لا والنقاب ما النقاب الى اخره. فكنتمنى الاخوان يعني هذه الرساله يعني تفاعلوا معها، وكنا نتمنى يعني حتى الاخوه اللي داخلين دابا عندي على المباشر اللي غادي نحاول نتفاعل معكم تناقشوا المساله بشي حاجه موضوعيه. شنو هو الراي ديالكم في هذه المساله بين مؤيدين وبين معارضين؟ اذا نقراو دابا بعض التعليقات حاليا التي تردون. شي بزاف تبارك الله. كريمه ام لك تحيه لك، شكرا لك اختي كريمه. اخوان انا الخليل لا الحكومه خويا اخنوش راجل، اخنوش راجل ماشي امراه. حكومه لا لا الاخوان باش نعرفوا واحد القضيه الله يجازيكم بخير. فاحنا في هذه القضيه احنا عارف كاينين ودي عندي بعض الناس دوي على المدارس اللي بغاو يسدوهم. انا اعارض بشدة مع النقاب. تحية اخي العزيز. الاخوان دابا حنا داخلين هذا المباشر باش نناقشوا شي حاجه موضوعيه، يعني انا متواجد باش نجاوبوا معكم، باش نطرحوا الاسئله ديالنا ونطرحوا الافكار ديالنا، ما فيها لا باس. اما شي واحد الا كان ودي مشارجي دابا التليفون ديالو واقيلا مدير الكات جي، الاحسن ليه يدخل يمشي يتفرج في يوتيوب ولا يتصنت الاغاني، فما الاحسن ليه. حنا كتناقشونا مع الناس العقلاء، يعني الناس يعني اللي همهم على هاد البلاد باش تزيد لقدام. يعني واقيلا حنا وصلنا ل 2017 وصلنا لواحد لا بيريود خصنا نتناقشوا فيها، ما نبقاوش غير مورا الكلافي ونعطيو غير انتقادات خاويه لا، راه خصنا نهضروا، خصنا نقولوا شي حاجه كاينه. فوالا كاين شي ثاني كيسبوا بالهضره خايبه الله يسمح ليهم. انا ما غنبلوكيكمش، خلي افعالكم هي تبلوكيكم. السلام عليكم ورحمه الله. اللي داخل شي حاجه خرج في حاله. لا النقاب كيبقى حريه فرديه. فوالا النقاب الاخوان كيبقى حريه فرديه، يعني ما يمكنش. حيت مثلا انت لحبس ليا النقاب يعني خاصك تحبس ليا واحد السيده اللي دايره بيريك، حيت البيريك والماكياج هو يعني كيضرق المعالم ديال الوجه ديال هذيك المراه، فغنحطهم في كفه الاخوان. ما يمكنش يعطي حق لا سيدي من ندير النقاب حيت ما عرفناش مرا ولا راجل. ولكن دابا دوك المثليين راه بحال المراه، راه ولا كيدير يعني التديين ديال السيليكون، ولا كيدير الشعر بيريك، ولا كيماكي الى اخره. علاش مثلا هذوك ما غاديش نمنعوهم؟ علاش حنا كنبغيو ندخلوا الحريات الفرديه ولا الحريات الشخصيه في الحاجه اللي بغينا، وكنبغيو نمنعوا الحاجه اللي بغينا؟ ولا اصلا هاد وزاره الداخليه ولا الدوله بغات تحارب التطرف، على الاقل هذوك الائمه ديال المساجد، وهذا موضوع اللي خاصنا نطرقوا له ان شاء الله الرحمن الرحيم. واش كتعرفوا الاخوان بان الامام ديال المساجد، يعني المساجد اللي تابعه لوزاره الاوقاف، كيتخلص ب 1100 درهم، والامام ديال المسجد الحسن الثاني كيتخلص ب 1900 درهم، والامام والخطيب كيتخلص ب 1500 درهم؟ بينما يعني الدواعش واللي كيجندوهم في الافكار التطرفيه كيمشي واحد لداعش كيعطيو المراه وكيعطيو الدور وكيعطيو يعني واحد الصالير يعني اللي مغري. يقول لي شوف راه حنا اسلاميين وحنا كنعطيوك الفلوس حيت انت مسلم وباغي توقف معنا. راه هنا عندنا الدوله فيها شويه تناقض الاخوان. يعني راه كانت الدوله بالفعل دستوريا، بمعنى اول فصل في الدستور قريته بان هذه الدوله يعني كيحكمها امير المؤمنين، فما فيها باس طبقات شي حاجه يعني من الدين ديالنا ومن الشريعه ديالنا، فما باس. عندنا ناس مثلا علماء والفقهاء ديال الدين اللي كاين مثلا الائمه في المساجد، ما فيها باس وما نعطيهم صالير شويه طالع، ما فيها باس. دوك الناس راه كيوجهوا لنا الناس وكيبعدوا مع الافكار التطرفيه الى اخره. يعني كاش راجل دين مسكين الفقيه ديما كنتسناو من شهر لشهر عايشه بهذيك الصدقه، يجمعوا ليه الناس ويعطيوها حتى الفرانك حتى 100 ريال على اساس بانه سعاي. بالعكس هذاك حامل كتاب دين هذاك هو اللي خاصنا نتهلاو فيه، باش حتى الناس اللي كيدخلوا يصليو تما نوصل لهم افكار مزيانه ماشي افكار تطرفيه بالدرجه الاولى. anyway هذا موضوع اخر الاخوان، يعني خاصها حلقه بوحدها. دوله فاسقه، اش غنقول لكم الاخوان؟ ماشي دوله فاسقه بالدرجه الاولى. حنا المشكل ديالنا غير ما كنتناقشوش. ملي كنفتحوا واحد الباب ديال الحوار كنلقاو دابا انت الاغلبيه شي باغي يتناقش مسكين وشي داخل باغي يسب ويلعن. فاذا كان باب النقاش راه غادي نلقاو حل، ما كانش غادي نبقاو نتنابحوا معاكم. هاو كيس هادي من هنا هادي من لي هادي من هنا هادي من لي. نقراو اذا
تقدر تكون سياسه دونالد ترامب، تكون السياسه ديالو ولا ماشي السياسه ديالو الاخوان. اذا الا كنا غادي نحيدوا هذاك كيفاش الابراق ولا كيفاش سميوهما، راه ما كننساوش بانه يعني الناس ديال الاقاليم ديالنا الصحراويه راه كتهادي واحد الحيك، يعني حيك تا هو اللي كيغطي الوجه من هنايا وكتغطى السيده كامله، ما يمكنش غادي ننزعوا عليها، ما يمكنش غادي نجردوها من العادات والتقاليد ديالي اللي كبرت بها. الا طلعنا مثلا النواحي ديال السوس الى اخره، كنلقاو مثلا النساء مبسوطه ما كيديروا واحد الحيك ابيض وكيلويو، فما يمكنش غنقولوا لا حادي ورينا وجهك. فنكونوا هنا الاخوان شويه واقعيين ونتناقش موضوعيا. يعني الداخليه الا كان هادشي كتشوفوا يعني يهدد سلامه الدوله الى اخره، فاحنا كنشكروا على هادشي، ولكن ماشي بالطريقه هذه. ف الاخوان يعني بلا ما نطول عليكم، فهذا موضوع للنقاش، موضوع ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كنتمنى تفيدوني في الاراء ديالكم. ولكن الموضوع اللي غنطرقوا ليه المره الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي هو يعني جوهر والحدث اللي مطروح دابا هو عدم تشكيل الحكومه. على حدود الساعه باقي ما عندناش وزير صحه، باقي ما عندناش وزير تعليم، باقي ما عندناش وزير الطاقه والمعادن، باقي ما عندناش وزير التجهيز والنقل. راه باش تعرفوا الاخوان يعني البلاد راه مسيره يا سوا بالحكومه يا سوا بلا حكومه، والجهات اللي كتسير دابا اللي من طبيعه الحال هي لا تنتمي للحكومه راه هي اللي كتطلع اي حكومه جديده هي اللي كتحكم فيها. يعني هذوك هما اللوبي ديال الفساد، هذوك هما اللي كيحركوا الكراكيز اللي كيسميوهم لينا وزراء. ف اخوان كنتمنىكم تفاعلوا مع الفيديو، وغادي نفرح بزاف وغادي نستافد لصنة الاراء ديالكم بطبيعه الحال، الاراء والافكار يعني القيمه والافكار اللي فيها افاده ونقدروا نناقشوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. كان معكم مولكاس قطاع المباشر، سمحوا لي واخا درت لكم وقت معطل في الليل، ولكن بغيت نتناقش معكم حتى الموضوع مثير جدل شويه في الساحه يعني الفيسبوكيه وفي المجتمع الازرق. كان معكم مولكاس قطاع، السلام عليكم ورحمه الله.